السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب. وربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. طبعا احنا مع الفيديو بتاع النهاردة كده نشرح لكم أول يوم رمضان ولمة العيلة واليوم بيبقى جميل ازاي، والراعي الرسمي طبعا بيكون لأول يوم رمضان في كل مصر تقريبا هو المحشي. فاحنا النهاردة بقى كنا متجمعين كده دايما يا رب كلنا متجمعين كده في الفرح وفي المناسبات السعيدة إن شاء الله. فقلنا بقى إيه، كنا كل مرة بنتجمع في بيت العيلة عند عمته، ولكن المرة دي احنا اتجمعنا عندنا في البيت وعملنا بقى نفس الطقوس اللي بنعملها كل سنة. المحشي بأنواعه بقى، وبقالنا فترة أصلا يعني نفسنا في المحشي، بس قلنا لأ مش هنعمله بقى إلا أول يوم رمضان. وجبنا بقى قلنا ايه نستعرض معاكم اللي حصل في اول يوم زي ما انتوا شايفين كده. جبنا بقى الكرنب وسلقنا، طبعا كلنا عارفين ان الحاجات دي بتتعمل ازاي، انا بس حبيت استعرض معاكم اليوم كان ماشي ازاي معانا. فرحة رمضان واللمة الحلوة دي بتبقى احساس جميل قوي قوي، حتى لو الواحد هياكل اي حاجة يعني، بس اللمة دي احلى حاجة. سلقنا بقى الكرنب وعمته قعدت تقطع هي ونوران وحضروه، وانا ابتديت ان انا احضر اساعدهم يعني، فعصقت معاهم لحمة كده عشان لما نبقى نعمل بيها الرقاق، الرقاق باللحمة المفرومة. فهم بقى كانوا بيعملوا في حاجة وانا قلت اساعدهم في حاجة تانية والدنيا تمشي، لان اليوم بيبقى مضغوط واحنا كنا ما شاء الله عدد كويس يعني. ربنا يبارك في الجميع يا رب. فقلنا طبعا لازم تمشي كده، حبة واحد ايد على ايد وتساعد والدنيا تمشي يعني. وانا دايما بحب احط التاتش بتاعي دايما في المطبخ، وبالذات في الاكلات اللي انا بحبها يعني. هنا بقى نزلنا اهو عملنا شوية لحمة مفرومة، كنا محضرين كيلو لحمة لأن احنا عملنا صينيتين يعني. وحطينا شوية البهارات اللي احنا حسب بهارات كل حد ما بيحبها يعني، ورق لورا حبهان، مرق مكعب، مرق الدجاج، شوية بابريكا، شوية البهارات اللي أي حد بيحبها. وبعد كده نزلنا جبنا طبق الرقاق اهو اللي احنا كنا خابزينه مع بعض، بس هو الفيديو لسه منزلش يعني، هينزل لحضراتكم بعدين ان شاء الله. وطبعا بقى الرقاق روح والسمنة البلدي هو والكنافة، فما شاء الله يعني. جبنا الشوربة دي اللي احنا حضرناها دي، احنا كنا سالقين فيها الديك الرومي. احنا كنا عاملين النهاردة ديك رومي، فجبنا بقى كمية شوربة محترمة كده، قلنا ايه نعمل بيها، كانت شوربة جميلة ودسمة وجميلة. فابتدينا بقى ان احنا نبل الرقاق زي ما انتوا شايفين كده، نحط طبقة فوق التانية ونحط بين كل واحدة وواحدة شوية سمنة، بس شوية سمنة محترمين يعني. ونحط 4 ورقات تحت و4 فوق، وبنحط في النص اللحمة المفرومة. بسيطة وسهلة يعني، وكل واحد ليه طريقته فيها يعني. ف زي ما انتوا شايفين كده اهو، خلصنا كده اول صينية وهنعمل التانية. نفس اللي احنا عملناه في المرة اللي فاتت برضه هيبقوا 4. احنا طبعا خابزين الرقاق دوت صغير على قد الصواني الصغير، على عكس الرقاق الطري اللي احنا كنا عاملينه مع بعض المرة اللي فاتت كان كبير، علشان احنا كان الصينية بتاعة الخبيز اللي هناك كبيرة، بدل ما نحط قطع صغيرة. وبعدين هي مش هتفرق يعني، كده كده الرقاق أصلا لما بيتحط عليه شوربة وبيدخل في صينية واحدة كله بيبقى مية واحدة يعني، مهما حتى لو كان حتت صغيرة. فزي ما انتم شايفين كده برضه اهو خلصنا الصينية التانية. نفس الموضوع برضه بين كل رق ورق بنحط السمنة. طبعا بص شوفوا كده، هي حتى في رقة مكسورة، انا بوريكم انها عادي حتى لو اتفتفت كله مفيش اي مشكلة، بيطلع برضه قطعة وبتقطع قطعة سليمة ما بيحصلش فيها اي حاجة. خلصنا الصينيتين بقى وهنبتدي بقى نغسل. احنا كنا مقورين البتنجان قبلها بيوم، والكوسة والفلفل والحاجات دي غسلنا بقى الكمية اللي احنا هنحشيها، عشان ما ينفعش نغسل بتنجان او كوسة ونشيلها في التلاجة. لا لو احنا هنحشيه نغسله، مش هنحشيه لا خلاص يبقى بنسيبه زي ما هو كده في التلاجة، وقت ما نيجي نحشي بنغسل عشان ما يجلدش. غسلنا كمية البتنجان كلها والكوسة والفلفل، وحضرنا بقى ايه التغذية برضو، تسبيكة كنا مسبكينها قبلها بيوم، هبقى انزل لكم طريقتها. وهنا بقى زودت عليها من فوق كبشة نعناع كده، بيدي للمحشي طعم حلو قوي قوي قوي. وحطيت معلقتين سمنة بلدي لان انا كنت مسبكها بزيت بس، وقلبت بقى كله في بعضه. جبنا بقى هنا حطينا فرشنا في الليفينج الملاية الكبيرة، وقلنا بقى كده قدام التلفزيون ايه نديله ندي.
ونقطع ونحشي بقى ايه، كل واحد يمسك جزء. انا مسكت البتنجان وعمته مسكت الكرنب، وكل واحد بيساعد من ناحيته. يعني ماما طبعا مسكت ورق العنب كله، حشيته يعني، قعدت من 3 الفجر لغاية 7 الصبح تحشي فيه. أصعب حاجة بالنسبة لنا ورق العنب، بس هي ماما بتعمله حلو أوي يعني، تسلم ايديها. بس اهو عمته كده شغالة في الكرنب وأنا شغال في البتنجان. وبعد كده النورة أنا هستلم منها التليفون وهي تكمل بقية البتنجان، لأن كان في حاجات تانية في المطبخ هعملها يعني. فقسمنا الشغل، أنا عملت جزء كبير وهما برضو عملوا الباقي. اهي نورة كده استلمت مني. وادي الكرنب اهو خلص، والبتنجان شغالين فيه اهو. وانا بقى قمت على ما هما يخلصوا اعمل شوية شوربة لسان عصفور واحط البتنجان والفلفل على النار، لان كان خلاص الوقت دخل بقى. كانت الساعة بقت 4:30. قلنا ايه، نبتدي نعمل الشوربة ونسوي الاكل. اديت ماما الورق عنب والمحشي اللي هو الكرنب، وهي راحت سويته عندها وانا سويت ده. وابتدينا بقى نعمل الكنافة القطايف واللطايف دي. اهي ماما بتحشي طبعا يعني، تسلم ايديها. وانا بقى دخلت خدتها منها على طول، قلت اما احشيها عشان ما تبقاش ناشفة وتبوظ وتشقق. قلت هحمرها على طول وهسقيها بالعسل واشيلها واحضرها بره، بحيث ان يبقى الواحد يبقى خلصان يعني اهو. وكان بقى الفيديو يعني، هو الفيديو متقطع كده، بس الجزء دوت طبعا كان من قبل، لان احنا خدنا الشوربة وعملنا فيها الرقاق. بس انا ايه، حبيت ان انا اجمع كل جزء مع بعضه. حطينا الديكن الرومي، دي حلة كبيرة جدا يعني، حلة عزومات كبيرة. حطينا الديكن الرومي جنب بعض، وهنبتدي بقى نحط حطينا البوكيه كارنيه. هنشيل بس الريم من فوق الوش، وبعد كده ننزل بالبهارات. يعني مش هنحط البهارات قبل ما نشيل الريم ده، بتاخد غلو وبعد كده بنحط البهارات، عشان خاطر لما انا باجي الم الريم ده ما يتشالش منه البهارات اللي انا حطيتها فيه. بس بنحط ورق لورا وحبهان، نحط مكعبين مرقة دجاج، فلفل اسود بس، ونغطيه ونسيبه بقى. قلنا بقى على ما هو يخلص، برضو احنا كنا شغالين في الكنافة، قلنا نعمل بقى المهلبية. بننزل بكيلو لبن، نحط عليهم ايه 4 5 معالق نشا، وبرضو حوالي 4 معالق سكر، ندوبهم في بعض قبل ما نرفعهم على النار. وبعد كده نحطهم على النار عالية، وبعد كده نهدي. وحطينا برضو العسل جنبنا، كيلو سكر على 4 كوبايات مية وليمونة وكيسين فانيليا، وسيبناهم يغلوا. وبرضك هنا طبعا حضرنا السمنة بقى ايه عشان نعمل الكنافة، برضك نفس الموضوع بتاع الرقاق. روح الكنافة السمنة البلدي. اهو خلصنا المرهلبية زي ما انتوا شايفينها كده، بتبقى قوامها كريمي. اهم حاجة التقليب المستمر عليها على النار. جبنا بقى الكنافة. طبعا الكنافة احنا كنا جايبينها في نفس اليوم، فهي كانت محتاجة ايه تتقطع يعني هتاخد مجهود شوية، لكن لو هي محطوطة في الفريزر بتبقى افضل كتير. بتطلع من الفريزر، بنكسرها على طول، نسيبها بالظبط 10 دقايق، وبعد كده نكسرها بتخلص معانا في ثانية. اهو بصوا، بس خلصناها. وبعد كده قمنا طفينا بقى على العسل. اهو بص القوام بتاعه لازم يكون تقيل، على عكس بتاع البسبوسة بيكون خفيف. نحط بقى شوية سمنة تحت في قعر الصينية، وبعد كده ننزل عليهم بالكنافة. انا لا بحط عليها لا سكر ولا مية ولا سمنة ولا اي حاجة، هي زي ما هي كده. ابتدي افرد اول طبقة واضغط الجزء التحتاني كويس جدا، ابتدي اغطي الجزء التحتاني كويس قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اضغط الجزء التحتاني واحط عليه سمنة، كمية سمنة محترمة من تحت وبعد كده في النص وبعد كده فوق خالص. تطلع مقرمشة وجميلة ومن جوه طرية ممتازة بصراحة. افضل طريقة بالنسبة لي الناجحة في الكنافة، ما بحبش اي طريقة غير دي. اهو هنحط معلقتين سمنة على المهلبية عشان نقلبها بسهولة. وهننزل كمية المهلبية اللي تقضي الصينية معانا. انا كنت عامل الصينيتين مهلبية، بس هدير قالت لي لا احنا عايزين واحدة مكسرات يعني. اهو حطيت المهلبية، وهنبتدي ننزل بقى بالطبقة اللي فوق بتاعة الكنافة، برضو نفس اللي عملناه تحت، بس اللي فوق مش هنضغط بقى عشان المهلبية ما تتحرقش وتبوظ في الصينية وتحرقها. على خفيف كده هنفرش كده، نغطي المهلبية كلها من فوق الوش، ونبتدي نضغط بسيط قوي يعني، ما نضغطش جامد، لا من الجناب نضغط جامد، لكن من النص لا، بسيط. وبعد كده نشوف الحتت العريانة تاني اللي هي ما اتحطتش فيها، ونبتدي نغطي.
بس. وهنحط برضو سمنة، كمية سمنة من فوق الوش، ولا بقى بقلبها في سكر، ولا احط عسل جلوكوز، ولا بحط سكر بودر، ولا بقلبها في سمنة، ولا اي حاجة. والله العظيم بتطلع مقرمشة وجميلة ومن جوه طرية وزي الفل. هنعمل بقى التانية برضو نفس الموضوع، بس دي هنحط فيها بندق وسوداني وشوية زبيب كده حسب الطلب يعني عشان كله ياكل. وطبعا الكنافة دي من أهم الطقوس اللي في رمضان يعني. طبعا بناكلها طول السنة، بس هو بصراحة يعني بيبقى ليها في رمضان كده طعم تاني. خلصنا اهو الجزء الأولاني وحطينا شوية المكسرات، هنحط الجزء التاني بقى. دي عادي ممكن نضغط فيها من فوق ومن تحت جامد، مش هيحصل أي حاجة لأن الحشو بتاعها جاف يعني، مش هيحرق الصينية يعني. بنضغط كويس أوي من فوق، وبنحط برضو شوية سمنة من فوق الوش. لازم نحط الكنافة، يبقى أهم حاجة فيها السمنة، والسمنة تكون بلدي. بالنسبة لي طبعا كل واحد على حسب إمكانياته. ممكن الناس متحبهاش دسمة بتحط سمنة تانية، بس أنا بصراحة مبحبسهاش يعني. ويومنا كان لطيف وخفيف كده معاكم. كل سنة وانتم طيبين يا رب، علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا، وعليكم يا رب يدخل البهجة والسرور في كل بيت. وكل سنة وانتم طيبين. ودي كان يومنا بسيط، وحطينا الأكل اهو كلنا مع بعض بألف هنا وشفا اللي كل، وألف هنا وشفا اللي شاف. ويا رب يومكم وأيامنا كلها تكون حلوة، ويدخل السرور علينا وعليكم يا رب. وكل سنة وانتم طيبين يا رب، ودايما متجمعين في الخير يا رب. والسلام، ونشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوناش طبعا في اللايك والاشتراك والسبسكرايب. مع السلامة.